أقص عليكم قصتي كيف تعرفت على هذه القناة. بلغني ولو آية. أخونا محمد الحجازي. يعني قبل رمضان بشهرين، يعني بشهر رجب، يعني أنا من قبل أنا كنت الحمد لله كنت ملتزما، كنت محافظ على الصلاة، وكان يعني كنت أتكلم في الدين مع الناس، يعني في الدعوة، ولكن كان عندي نقص، كان عندي ذنوب، خلوات، وكان عندي غض البصر، ما كنت أستطيع أن أغض بصري، ولذا كنت متبع القنوات على اليوتيوب والمشايخ والدعوة الذين يتكلمون في الدين، ولذا كنت كل شيخ يعني أخذ منه يعني أذكار، يعني هذا أخذ منه الحلقة، هذا أخذ من هذا يتكلم في صلاة النبي، أخذ يعني صيغة من صلاة النبي، هذا يتكلم على التاج، يعني على ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أخذ من هذا ومن هنا، ولذا كثرت علي الأذكار، كثرت علي يعني. كنت أقول يعني أنا لا يمكن لي أن أخذ هذه كل هذه الأذكار، يعني أنا ما استفدت من هذه الأذكار، علي أن أخذ ذكر واحد حتى أستفيد منه. كنت يعني أحدث نفسي وحدي، والتقيت مع أحد من المشايخ على اليوتيوب يتكلم، يقول الإنسان إذا ما كان عنده شيخ أو مرشد أو الذي يدله ويعطيه أوراد معينة، على أن يكثر الصلاة على النبي، وبصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الله سيدله على الطريق الصواب. ولأن أخذت هذا الطريق، وكنت أكثر على الصلاة على النبي، كنت أوصل على النبي تقريبا 7000 في اليوم، 5000 6000 7000 يوميا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بلا الأوراد الآخرين أسماء الله الحسنى، والاستغفار تأخذ قليلا 200 في الصلاة 100 في النساء. ولكن كل هذه الأذكار، كل هذه الأوراد ما كنت أستطيع يعني أن أغض بصري، وكان عندي ذنوب خلوات سبحان الله العظيم. وكنت أقول في الدعاء اللهم دلني عليك ودلني على من يدلني عليك، دائما كل ما رفعت يدي، كل ما دعيت الله سبحانه وتعالى يعني أدعو بهذا الدعاء. ذات يومين سبحان الله أنا في يوتيوب وأنا أجد يعني هذه قناة محمد الحجازي جزاه الله عنه يتكلم عن الاستغفار وصلاة القناة، وما دخلت إلى قناته منذ 3 أيام أو أكثر. كل ما دخلت إلى اليوتيوب أجد قناته سبحان الله العظيم. ماذا اليوم قلت ولماذا لا أدخل هذه القناة؟ شوف هذا الشيخ كيف يتكلم عن أحسه يتكلم عن الاستغفار وفضل الاستغفار، استمعت له سبحان الله العظيم، دخل في قلبي، حبيته وحبيت دروسه، بقيت أتبعني أصنت للمقاطع ديالو، والحمد لله بدأ التغير في حياتي. بدأت بالاستغفار يلا يعني تقريبا شهر، ثم أخذت البقرة سبحان الله. عندما أخذت البقرة، لما عزمت أن أخذ البقرة، رأيت سبحان الله العظيم السماء أمطرت يعني في الرؤية، تمطر العسل، وأنا أتلقى العسل بفمي سبحان الله العظيم. وهذا الدرس هذه الفرق كنت يعني لقيته في الجمعة الحمد لله. ثم تغير حالي وبدأت أغض البصر بدون ما أشعر، بدأت ذنوب الخلوات الحمد لله ذهبت مني ولله الحمد. بدأت السعادة، استفدت الخير كثير الحمد لله ولله الحمد. السنة أمطرت في رمضان، أمطرت في رمضان، بعد رمضان الحمد لله السعادة الحمد لله كاملة في حياتي الحمد لله الحمد. تغير فكري، أصبحت الآن أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، رأيت نفسي ألقي دروس في المساجد الحمد لله في البيت. عندي في البيت يعني بدأ الأسرة كلها الحمد لله تستغفر. يعني البارحة عندي ابن صغير عنده 10 سنوات الحمد لله وصل إلى 20,000 استغفار ولله الحمد. حياتي الحمد لله تغيرت كثير تقريبا تغيرت 80% أو أكثر 90% ولله الحمد. والحمد لله الآن بدأت يعني أوزع التسابيح للناس، وأتكلم مع الناس عن فضائل الاستغفار ولله الحمد. يعني رأيت الخير كثير، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الدين سبحانه وتعالى. وثم تركت كل تلك الأذكار اللي كنت أقوم بها إلا صلاة النبي. بقيت إني أصلي النبي الآن 2000 في اليوم، كنت أصلي 4000
ولكن منذ 4 أيام نزلت إلى 2000. الحمد لله الآن أنا مستمر الحمد لله. سورة البقرة قرأتها في رمضان 4 مرات، وفي بعد رمضان في أشهر شوال 3 مرات في اليوم. الآن مستمر 2 مرات في اليوم مع الاستغفار من 20,000 وفوق 20 25 30,000 يوميا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم. جزاكم الله خيرا. سمح لي على هذا الإطالة، وأنا لا أحسن يعني اللغة العربية، ولكن اسمحوا لي بزاف. حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. ثبتنا وإياكم وجميع المسلمين على دين الله سبحانه وتعالى، وأن نجعل فكرنا وهمنا الأمة كيف تستقيم وترجع إلى الطريق الصحيح الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.